ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو وصفة سهلة وبسيطة جدا وتنفع للمدارس، للخروجات، تنفع لفطور، تنفع لعشاء. هنعملها النهاردة بأكتر من كذا حشوة. الحشوة اللي انت حابة تعمليها اعمليها. خليكم معايا واحدة واحدة. العجينة مش متعبة خالص، هنعملها بدون اي افتكاسات بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة عندي كوباية لبن. متاح لبن حطي، مش متاح حطي كوباية مية دافية. تمام كده هوت. عليهم معلقة كبيرة من الخميرة مع بيضاية. لغاية هنا معايا كوباية لبن او مية، بيضاية، معلقة كبيرة من الخميرة. هنحط رشة فانيليا او كيس من اللي هو الفانيليا. عليهم ربع كوباية من الزيت، زيت زيتون، زيت ذرة، الزيت المتاح عندك حطيه. بعد ما اقلب المكونات مع بعضيها هعمل 3 كوبايات وربع من الدقيق واحطهم. حجم الكوبايه اللي انا استخدمتها للمقادير 240 مللي. تمام كده اهوت. بعد ما حطيت الدقيق هعجن بقى العجينه كويس جدا. هفضل اعجن فيها لغايه ما يبقى ملمسها ناعم كده اهوت، وتبقى العجينه ايه، ولا يابسه قوي ولا طريه قوي. تبقى العجينه بتاعتي مظبوطه. لو انت حسيتي ان العجينه بتاعتي طريه سنه، معلقه دقيق وازودها. تمام. حسيتي ان العجينه يابسه، عشان من نوع دقيق لنوع دقيق بتختلف. حسيت ان العجينه يابسه قوي، بزود سنه لبن او سنه ميه. تمام. العجينه بتاعتي هنا اهوت بقت هي جاهزه اهي. بسم الله ما شاء الله، ملمسها ناعمه وطري وحلو جدا. بسيبها بقى لغايه ايه ما تخمر. غطيتها اهو بالصينيه لغايه ايه ما تضاعف حجمها. ما كملتش ربع ساعه، لانه عارفين ان الجو حر، فالعجين يعني ما بيحملش، بيخمر على طول. نيجي بقى للحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي اي نوع حشوة انت بتفضليه حطيه. حابة تعملي كذا حشوة في صينية واحدة مفيش اي مشكلة، يعني ممكن تعملي نصها حلو ونصها حادق. انا هنا هو الحشوة اللي انا استخدمتها، استخدمت جبنة رومي، على جبنة براميلي، على فلفل احمر، على فلفل اخضر، مع زعتر، وقلبتهم كويس جدا. متاح عندك زيتون، قطعي زيتون وحطيه. حابة تعملي الكمية كلها كده هو اعمليها. حابة تعملي ممكن ايه شوية بالنوتيلا، شوية مربى، شوية جبنة، زي ما قلتلك المتاح عندك اعمليها. مش حابة تعمليها وحابة تعمليها سادة، مفيش اي مشكلة، اعمليها سادة بتبقى حلوة جدا برضو. يعني المتاح عندك اعمليه. مش عاوزاكي تعقدي نفسك من اي حاجة، وزي ما قلتلك الطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي مش انتي شفتي العجينة مش مكلفة خالص ولا متعبة في نفس الوقت. يعني هتعمليها مش هتكملي 10 دقايق وهتكوني مخلصة العجينة. بعد بقى ما هحشي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، هو بحاول ان انا اصغرها، عشان كل ما بتصغريها كل ما بتاخدي القطعة يعني تاكليها على طول. مش ان انت ايه تبقى القطعة كبيرة وكده هو عاملة زي القرصة. تمام. انا هنا عملت الكمية كلها بالشكل دوت. بعد ما خلصتها بقى بغطيها بصينيه، بفوطه، باي حاجه، لغايه ما يتضاعف حجمها تاني. يبقى هي بالعجينه بتاعتي بتخمر مرتين، مره قبل ومره بعد. تمام كده اهوت. بعد كده بجيب بقى شويه لبن، عليهم معلقه صغيره من السكر، واقلبهم كويس جدا، واروح دهنه وش العجين بتاعي كده اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. مش متاح عندك لبن، بتجيبي سنه ميه عليهم معلقه سكر وبتعملي كده اهو. وعلى فكرة الافران بتعمل مية بسكر على وش المخبوزات، بخاخة كده اهو، وبيبقى فيها مية على سكر، وتروح رشاها كده على المخبوزات. بتساعد ان اللون يبقى كله موحد، وبتاخد لون دهبي حلو قوي. فانتي متاح عندك لبن حطي، متاح عندك مية حطي. اول لما بتطلع بالفرن بروح مغطيها، بتحسي ان وشها ايه ناشف كده هو شويه. ما تقلقيش خالص، بتغطيها بفوطه او بتغطيها بصينيه زي ما انا غطيتها كده هو. بصوا بتطلع معاكم بسم الله ما شاء الله طريه جدا. يعني بصوا هي طريه قوي، مش اللي هي هقولك بقى ناشفه ولا حاجه، لا، طريه وفي نفس الوقت مفتحه من جوه. العجينه ديك ممتازه لو هتعتمديها في اكتر من كذا، يعني تعمليها من كذا حشوه سواء حلو او حادق. انا عملت بصراحه جزء ساده عشان لو هياكلوه بمربى، وجزء عملته بالجبن. يعني خليت كام واحده ساده كده اهوت، لكن اغلبيتها بالحشوه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله بعد السوا بقى لما بتفتحيها،
بصوا الجبنه كلها مع يعني ساحت كده هوك في قلب بعضيها كده هوك مع الفلافل. وزي ما انت قلت لك، لو حابه تحطي زيتون حطي زيتون، المتاح عندك حطيه، واللي بتحبيه حطيه. سوا الفرن ازاي بتسويها؟ على درجة حرارة عالية. لو سويتيها على درجة حرارة واطية بتلاقيها بتنشف معاكي. ودي كده بتكون وصفة النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.